السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مره تاني في القناه، وبنشكر الناس اللي بتتابعنا. انا خالد عزب، انا دكتور شغال في انجلترا. عملت فيديوهات كتيره ممكن تلاقوا في القناه، والفيديوهات اللي هتظهر لكم في اللينكات. انا جيت اشتغلت هنا من السعوديه، يعني انا خلصت دراسه في مصر، اشتغلت كام سنه في مصر كده، وبعدين رحت اشتغلت في السعوديه 4 سنين، وبعدين دلوقتي انا شغال في انجلترا بقالي 3 سنين. معظم الدكاتره المصريين اللي جايين انجلترا هم يعني تقريبا ممكن نقول 60-70% منهم جايين من الخليج، من السعوديه طبعا بالاساس وباقي الدول الخليجيه. والسؤال اللي بيلح دايما في دماغ الناس كلها، الخليج ولا انجلترا؟ يعني انا بس علشان اوضح ليه الناس بتسال على الكلام دوت، لان انجلترا في اخر 5 سنين جاء فيها 5000 دكتور مصري، يعني بمعدل 1000 دكتور مصري كل سنه، يعني بمعدل تقريبا 3 دكاتره مصريين كل سنه دخلوا النظام الصحي في انجلترا وجم اشتغلوا هنا في انجلترا. طبعا ده رقم كبير ومهول جدا. يعني انا شغال في المستشفى اللي ظاهره هيت في الخلفيه، وده الكار بارك بتاع المستشفى، ودي كده حديقه المستشفى، ودي واحده من المستشفيات اللي مش كبيره قوي. يعني انا اشتغلت في مستشفيتين اكبر من المستشفى اللي انا شغال فيها دلوقتي ديت، لكنها مستشفى لذيذه. يعني انا بصراحه تعبت من الشغل في المستشفيات الكبيره على اي حال. فقلنا 3 دكاتره مصريين بيشتغلوا، دخلوا NHS او دخلوا انجلترا كل يوم اخر 5 سنين. انا عايز اقول لك ان ما فيش مستشفى دلوقتي الا وفيها يعني الدكاتره المصريين، ما اقولكش ما شاء الله، ما فيش اسم دلوقتي الا ومرشق مصريين، ما فيش مستشفى دلوقتي الا ومرشق مصريين، خاصه في المدن الكبيره: لندن، مانشستر، ليفربول، كارديف، ليستر، نوتنغهام، ليدز، نيوكاسل، في اسكتلندا كمان، في جلاسكو، في ادنبرا. يعني تقريبا ما فيش مكان هتروحه دلوقتي او مستشفى هتروحها الا لما هتلاقيها مرشقه دكاتره مصريين، لدرجه ان احنا عايز اقول لك ان احنا في البريك بنسمع العربي، او العربي طبعا في دكاتره عرب يعني، وباللهجه المصريه بتسمعها عادي جدا. انا كنت متخيل قبل ما اجي انجلترا هنا ان انا اول لما هلاقي واحد مصري او دكتور مصري في انجلترا، هاجر عليه وهسلم واخده بالحضن، اهلا تعالى خش في حضن اخوك. انا عايز اقول لك ان انا دلوقتي بقى كتير جدا ببقى ماشي بعدي الناس بيتكلموا عادي جنبي بالعربي او بالمصري، ده واحد مصري معدي جنبي عادي. يعني ده بيحصل كل يوم، ما فيش جديد. السلام عليكم يا حاج، وعليكم السلام وخلاص وشكرا. يعني مش هنبقى فاضيين بقى نقعد نسلم ونحضن على كل الناس، لانك لو عملت كده خلاص. الدكاتره المصريين هنا اللي شغالين في بعض المستشفيات يمكن يكون عددهم اكتر من الدكاتره المصريين اللي شغالين في بعض المستشفيات في الخليج. طيب نرجع لأصل الموضوع، هل الخليج ولا انجلترا؟ طبعا الناس رغباتها مختلفة، وطموحاتها وآمالها وآلامها مختلفة، فكل واحد بيبقى عنده رغبته ووجهة نظره. مفيش جنة على الأرض، كل مكان له عيوبه وليه مميزاته. انجلترا ليها عيوبها ومميزاتها، والخليج طبعا ليه عيوبه ومميزاته. لكن انا بعد تجربه، بعد 3 سنين، يعني الناس اللي متابعاني او كده بتشوف مثلا وانا بعلق او فيديوهاتي او على الفيسبوك او كده، اول 6 شهور او اول سنه ما كنتش مبسوط قد كده، وده طبعا طبيعي. لما بتنقل بلد جديده وبتنقل سيستم جديد بتحس انك لسه مهزوز ومش مبسوط ومش احسن حاجه. لكن بصراحه بعد 3 سنين انا شايف ان صعب الناس اللي اشتغلت هنا في انجلترا انها ترجع تاني تشتغل في الخليج. يعني كل الناس هنا، مش كل، نسبة كبيرة جدا من الناس هنا تقول أنا عايز أروح إنجلترا عشان شوية وفترة أرجع الخليج، أروح أشتغل في الخليج. لكن أنا عن نفسي ما شفتش المثال ده، اللهم إلا يتعدوا على صابع الإيد الواحدة من وسط آلاف الدكاترة اللي بيقولوا أنا هروح إنجلترا شوية وبعدين أرجع الخليج تاني، يتعدوا على صابع الإيد الواحدة اللي هم اللي رجعوا الخليج تاني. طبعا يعني زي ما انت شايف منظر الحديقه بتاعه المستشفى عامل ازاي، شايف كار بارك المستشفى عامل ازاي، شايف المستشفى والشغل والسيستم والنظام عامل ازاي. فبصراحه لا، في فرق بين العمل والحياه هنا عن العمل والحياه في الخليج. هنا الدنيا تكسب كمجمل. من الناحيه الماديه، لا الخليج طبعا من الناحيه الماديه هيكون افضل، لان انت حتى لو بتاخد نفس المرتب على مستوى الارقام، لكن تكلفه العمل، تكلفه الحياه سوري، هنا اعلى. وهتلاقي فيديو هيظهر لك دلوقتي على اللينك هنا بنتكلم فيه عن تكلفة المعيشة في انجلترا، والمرتب والحياة والمعيشة، تكاليف الحياة. فاوفر اول تكلفة الحياة هنا في انجلترا غالية، هتلاقي اللي بتوفر لك في الاخر قليل. لكن في قصاد كده في حاجات انت بتاخدها، في مميزات انت بتاخدها، في بتاخد اقامة دايمة، وبعد كده ممكن بتاخد باسبور. فطبعا ده شيء كويس للناس اللي عندها الرغبة ديت. هنا انت ممكن تشتري بيت، يبقى ليك بيتك في البلد، بدل ما انت تبقى قاعد
في الاول في الاخر برضو انت مغترب او مقيم، ممكن تمشي في اي لحظه، مش من حقك انك تتملك بيت في معظم دول الخليج ان لم يكن كل دول الخليج. لا هنا انت بيبقى عندك بيتك، طبعا بتاخد جنسيه خلاص، انت ممكن انت حتى انت ممكن تشتري بيت قبل ما تاخد الجنسيه، فلما تشتري بيت بقى بيتك، ولما اذا اخدت الجنسيه بقى بيتك وبلدك. فطبعا ده شيء ايه مش متوفر في الخليج. من حيث الجو هنا احسن من الجو في الخليج، يعني هنا طبعا الدنيا على برد، في الخليج الدنيا على حر، لكن في المجمل ان ايه، خلينا نظبط كده الشنطه، في المجمل ان لا مجمل الجو هنا اقدر اقول ان هو احسن من مجمل الجو في دول الخليج. الجانب الطبي طبعا النظام الطبي هنا مختلف، وانجلترا هي واحده من الدول اللي اخترعوا الطب، واحدة من الدول اللي بتقود الطب في العالم. دلوقتي أمريكا طبعا هي الأساس يعني، لكن لا يزال إنجلترا الطب بدأ هنا أساسا يعني، فأكيد طبعا النظام الطبي هنا متطور وأحسن من النظام الطبي في الخليج. الخبرات اللي هتاخدها هنا هتبقى أحسن، بالإضافة لأن أصلا الخبرات اللي أنت هتاخدها هنا هتخلي العمل إنك تشتغل بعد كده في الخليج أصعب، لأن النظام الصحي هنا مختلف. أنت هنا ترس في منظومة، انت هنا مش الوان مان شو، انت هنا في ناس كتيرة حواليك بتكمل شغلك كدكتور. اما في الخليج انت بيبقى تقريبا مطلوب منك شغل الوان مان شو، زي نظام مصر مطلوب منك شغل الوان مان شو. فالناس اللي بتيجي هنا الخليج الناس اللي بتيجي هنا انجلترا وبتاخد خبرة هنا بيبقى صعب عليها انها برضو ترجع ايه تشتغل في الخليج او ترجع تشتغل في مصر. ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ انا بنهج دلوقتي، البتاع اللي انا طالع ده عليه منحدر كده شوية، فخليني انهج شويه. فانا بقول ان مجمل رايي في الاخر بعد 3 سنين هنا، الكفه لو هتحط كل المعايير وبتحطها على كفه، كل المعايير هنا قصاد كل المعايير هنا، لا الكفه هتميل لصالح انجلترا. لو حطيت بعض المعايير اللي على يعني مزاجك، الكفه هتميل لصالح انجلترا قوي. لو هتحط بعض المعايير التانية اللي على مزاجك برضو الكفة هتميل لصالح الخليج قوي. يعني زي معايير مثلا الدخل او التحويش بالاساس، على حسب فكر الناس اللي هو دايما ايه المصريين اللي بتسافر وتحوش وترجع مصر تبني عمارة وتشتري ارض والكلام ده، لا يبقى الكفة هتميل لصالح الخليج. طبعا النواحي الدينية طبعا والعامل الديني اكيد طبعا، يعني الخليج هي دول اسلامية، نتمنى ان يكون ده حقيقي انهم يكونوا بينفذوا الاسلام. ولكن هنا في انجلترا انا عايز اقول لك ان يعني ال3 مستشفيات اللي انا اشتغلت فيهم، عايز اقول لك ان فيهم مصليات، يعني المصليات ما شاء الله، يعني كمية الناس اللي بتبقى بتصلي فيها، بنعمل صلاة الجمعة 2 و3 علشان المصليات رغم انها مصليات كبيرة بالنسبة انها مصلية موجودة في مستشفى، ما تقلش في الحجم عن المصليات اللي موجودة في المستشفيات اللي عندنا في مصر، ده حقيقي. وكمية الناس اللي بتصلي يمكن تكون أكتر من كمية الناس اللي ممكن تلاقيها بتصلي في المستشفى في مصر، ده برضو حقيقي. الجمعة هنا بتتعمل على 2 أو 3، ويمكن الدكاترة كمان اللي بتشوف الفيديو ده ممكن تأكد الكلام دوت في التعليقات. أنا عايش دلوقتي في مدينة برمنجهام، ومدينة برمنجهام هي مدينة تقريبا يعني آخر الإحصائيات نسبة المسلمين فيها تقريبا 25-30%، دي آخر الإحصائيات الرسمية تقريبا من 2-3 وربما يكون العدد أكبر من كده. فمدينة برمنجهام هي تقريبا أكبر مدينة فيها تجمع إسلامي في أوروبا، المساجد تقريبا موجودة في كل حي تقريبا. فيعني الحمد لله. هتلاقي برضو في فيديو هنا أنا حاطه هظهر لك دلوقتي لصلاة العيد، وهتشوف كمية الناس اللي كانت موجودة في صلاة العيد. فالحمد لله في تجمع إسلامي هنا في المدينة اللي أنا فيها بصفة خاصة. التجمع الإسلامي موجود في إنجلترا، أو الجاليات الإسلامية والعربية موجودة في إنجلترا بصورة كبيرة جدا. واللي عايز يعمل صح هيعمله في اي مكان، واللي عايز يعمل الغلط هيعمله في اي مكان. فالجانب الديني برضو في انجلترا صحيح لا تزال هي دولة اجنبية ولا تزال فيها الحاجات بتاعت الدول الغربية، لكن يعني تقدر فيها برضو تحافظ على هويتك الاسلامية. وفي ناس هنا باكستان موجودين، اللي جم المسلمين الباكستان اللي جم، سواء باكستان وهنود او بنجلاديش اللي جم من 50 و60 و70 سنة فاتوا، لا يزال بشوف دلوقتي مدارس تحفيظ القرآن، لا يزال بشوفهم ان هم الناس ملتحية، لا يزال بشوف الناس ماشية بالجلاليب في الشارع عادي، لا يزال اشوف الناس مودية اولادهم اللي بيحفظوا الكتاب.
بيودوهم الكتاب يحفظوا القرآن. بشوف المظاهر دي على طول جدا، بشوف الصلوات والتجمع والناس موجودة ازاي. فالحمد لله يعني في مظاهر إسلامية موجودة، وكون الإسلام برضه هو أكتر دين الناس بتمارسه دلوقتي فهو بيكون ظاهر وواضح. مش عايز أطول في الموضوع دوت. الغلط موجود والصح موجود في كل مكان في الدنيا. مفيش جنة على الأرض. خلاصة الكلام يعني أنا بعد 3 سنين في إنجلترا أنا شايف إن الكفة كمجمل الحاجات لا بتميل لإنجلترا أكتر ما هي بتميل للخليج أو الرجوع والعمل في الخليج تاني. الواحد بيحزنه إن هو بيقول الكلام دوت وإن هو مصر مش في المعادلة أساسا، ما بيذكرهاش كمكان للأسف في السنين اللي فاتت ديت للمعيشة وللسكن، للأسباب طبعا اللي كلنا عارفينها. مش عايز أطول عليكم في الفيديو وأخليها تشعب في حاجات تانية. دوروا في القناة هتلاقوا الحاجات موجودة، ويمكن بعد كده نبقى نعمل فيديو عن مصر لما يشاء النصيب ولما الغمة تتزاح. شكرا والسلام عليكم.